قسمنا البيت. أوضتنا القديمة اللي كانت عبارة عن أوضتين بقت أوضة نوم وصالون، وزودنا عليهم مطبخ وحمام لوحدهم. فرحت أنا جدا بالخصوصية دي، وحسيت إني بقيت ست بيت مستقلة بجد. شيماء سلفتي الجديدة بقت هي اللي تطبخ لحماتي وحماية وحسام، وأنا بقيت أطبخ لينا إحنا التلاتة، أنا وسيد وابننا الصغير. الأيام عدت بسرعة وكنا بنشوف بعض كل يوم، بنسلم على بعض، بس الأكل خلاص بقى منفصل. في يوم من الأيام كنت بعمل أكل وعايزة شوية توم، كنت خلصت اللي عندي وقلت في بالي إيه يعني إحنا في بيت واحد مش هنتغلب يعني. رحت البيت حماتي، خبطت على الباب وطلبت منها شوية توم. حماتي بكل هدوء قالت لي يا حبيبتي روحي المطبخ عند شيماء، هي بتطبخ العشاء دلوقتي وهتديكي. نزلت على المطبخ ولسه على بعد خطوات قلبي انقبض. حسيت بحاجة غريبة كده، زي إحساس بيجي لما يكون في حاجة مش مظبوطة. وبصيت من شباك المكيف اللي في الصالة شباك المطبخ الصغير، واللي شفته هناك شلل مصل. شفتها بتعمل إيه في الحلة. الصدمة اللي بعدها قلبت حياتي.